ازيكم؟ من ساعة ما جيت انجلترا وانا بحب ازور الاماكن القديمة، بالذات القلاع والقصور والمدن القديمة اللي محتفظة بطابع تراثي، يعني او فيها شيء من التراث، زي مدينة ادنبرا مثلا. وانجلترا بيحبوا الحاجات دي قوي، هم بيحبوا يحتفظوا بقى بالحاجات اللي هي عمرها اكتر من 200 سنة ويقول لك ده التاريخ بتاعنا. يعني مثلا في مكان هنا في انجلترا اسمه ستون هينج، عبارة عن شوية صخور مرصوصة جنب بعضها زي ورق الضمنة وقال لك ده مكان تاريخي وبيروجوا له. الصخور اللي مرصوصه بتاعت ستون هينج دي هرم خوفو يشرب بيهم شيشه، يعني شويه حجر مرصوص كده يشرب بيهم شيشه والله العظيم. وعلى ذكر التاريخ، من كام يوم كان افتتاح المتحف المصري الجديد، وبصراحه احنا عاملين شغل عالي قوي، اللهم يعني لا حسد، احنا جامدين جدا، انا مبهور بينا، احنا جامدين قوي. لكن في سياح بيحبوا الاماكن القديمه، مش المتحف اللي محطوط فيه اماكن قديمه، لا، ان المكان نفسه يبقى مكان قديم ويتمشوا فيه ويحسوا ان هم دخلوا في رحله عبر التاريخ. فاحنا ليه ما نستغلش ده؟ يعني في عندنا اماكن كتير في مصر اقدم من ده مليون مره، يعني البيت ده عمره 500 سنه. عندنا مقابر الامام الشافعي، منطقه السيده زينب، وتبقى منطقه زي الاماكن بتاعت مصر القديمه عباره عن متحف مفتوح، يعني توثق التاريخ الانساني للعاصمه المصريه. فتعالوا بقى على ذكر هذا المثال اوريكم واحد من اقدم البيوت اللي اتحولت لمتحف هنا في انجلترا وموجود على الهيريتج ليست، شاتسورث هاوس. أهلاً بيكم في تشاتسورث هاوس، المبنى اللي بدأ بناؤه سنة 1553، يعني عمره دلوقتي حوالي 500 سنة. بنته الكونتيسة إليزابيث كافندش عشان يكون بيت الزوجية بتاعها هي وزوجها. ربنا يزيد ويبارك، مساحة البيت بس حوالي 81,000 متر مربع. معرفش سعر المتر هنا كام بصراحة، لكن ده كتير قوي. البيت عبارة عن قطعة فنية من العصور الوسطى، وانت جوه البيت هتحس انك جاي تقابل ويليام شكسبير. كل ركن في البيت فيه قطعة فنية من التاريخ. تمن اللوح اللي موجودة في البيت بس تساوي ملايين الدولارات. يمكن أشهر لوحة موجودة في البيت هنا هي لوحة ليوناردو دافنشي الغير مكتملة ليدا أند ذا سوان. سنة 2012 اتباعت لوحة من البيت اسمها Head of a Young Apostle، اتباعت في مزاد بحوالي 30 مليون جنيه استرليني، اللهم لا حسد. ده غير ان في لوح كتير موجودة في البيت هنا بتسافر تتعرض في معارض الفن في العالم كله وترجع تاني، بيأجروها يعني عشان محدش قادر يشتريها. البيت مبني بقاله أكتر من 500 سنة، وفي حوالي 200 أوضة all in all. يعني انت ممكن تقعد في أوضة هنا محدش هياخد باله، ممكن والله يعني ما ياخدوش بالهم ان انت عايش هنا. دي الأوضة اللي كان المفروض معمولة عشان لما ملك انجلترا يجي يزور الديوك هنا، ديوك اوف ديربيشاير، يستقبلوا في الأوضة دي. دي الأوضة اللي الملك كان هيقابل فيها أي حد من الزوار اللي هيجوا يشوفوه. الحيطان بتاعة الأوضة معمولة من ليذر، وكانوا بيسموها الميوزك روم. استمتعوا معانا بقى بالمناظر الجميلة دي والآرت اللي معمول هنا. البيت كمان للأسف موجود فيه تمثالين أثريين من مصر، جدي للإله سخمت، اتهربوا لإنجلترا واشتراهم السير ويليام كافندش عشان يتعرضوا عنده في البيت، وموجودين هناك لحد النهاردة. صباح الفل يا سيدي، بتصبح عليه صباح الفل. عدي يا عم، عدي ما تسحمنيش الدنيا، يلا. تشاتسورث هاوس مشهور كمان بأنه تصور فيه فيلم برايد أند بريجوديس ومشاهد كتير من مسلسل بيكي بلايندرز وأفلام تانية كتير. نيجي بقى لحديقة البيت اللي مساحتها حوالي 1800 فدان، منهم 105 فدان بس حديقة مخصصة مليانة شجر وزهور من جميع أنحاء العالم. 1800 فدان دول مساحة 3-4 كومباوندات في التجمع الخامس. قرية الأوهام أنا واخد فيها
انت خدت فيها؟ ما علينا. حديقة البيت فيها نافورة كبيرة جدا وبحيرة صناعية عشان يبقوا واجهة البيت بجملة الانبهار عشان لو لسه ما انبهرتش. وسنة 2018 تم إعادة ترميم البيت بالكامل في مشروع اتكلف حوالي 30 مليون جنيه استرليني ترميم بس. تشاتسورث هاوس هو واحد من أشهر وأكبر البيوت الأثرية في إنجلترا، ومحطوط على لستة المباني التاريخية اللي ممنوع هدمها أو المساس بيها. وفي آخر الفيديو أتمنى إن احنا نقدر نفتح القصور الملكية والرئاسية القديمة في مصر عشان تتعمل متاحف للسياح يتعرفوا على تاريخنا، وخاصة إن تاريخنا ممتد أكبر بكتير من أي دولة تانية، عشان مصر مش 3 أهرامات بس، مصر هي مهد الحضارة، بل هي أول حضارة إنسانية يعرفها التاريخ البشري كله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان المجهود اللي عملناه ده، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة اللي جاية.